السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء وأحباء في كل مكان. صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الانسجام، صباح الخير على اللي صحي بدري من غير منبه، صباح الخير على الشوارع اللي بتفوق قبلنا، وعلى أماكن عدينا فيها مرة وسيبنا فيها حتة مننا ومشينا. يمكن الصبح ده شبه أي صبح، قهوة بتتحضر، صوت عربية معدية، والشمس بتحاول تدخل ما بين العمارات، بس الحقيقة ولا صبح شبه اللي قبله، لأننا مش احنا نفس الناس. النهاردة مش جايين نحكي تاريخ ولا نعدي على الأماكن ونقول كانت وبقت. النهاردة جايين نحكي إحساس مكان شافنا بنكبر، شافنا بنتغير، بنجري وبننسى. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. في أماكن ما بتتكلمش، بس لو ركزت شوية هتسمع. الحجر حافظ، والحيطان فاكرة، والشوارع شافت أكتر ما احنا فاكرين. في أماكن عاشت أعمار واحنا عدينا عليها مرور الكرام. النهاردة مش هنحكي تاريخ، ولا هنقول اتبنى امتى، ولا حصل ايه سنة كام. النهاردة هنحكي إحساس، هنحكي عن دمياط، أماكن عاشت أكتر مننا. دمياطي وبلدي قوتي ومطمناني في محنتي، فيها العمل بيزيد امل ويحل حياتي ودنيتي. ايام ما كنا صغيرين علمنا صوت الصيادين، ازاي تكون حلوة الحياة طول ما الايادي شقيانين. دمياطي اصل والاصل مصري، بوجودي قلبي اطمن. دمياطي بلدي وفي طبعي بلدي كل الايدين. دمياط يا جماعة مش مدينة وبس، دي ذاكرة مقسومة شوارع ومرمية في الميادين ومتخبية في الزوايا. دمياط ناسها بتمشي وأماكنها واقفة شايفة وساكتة. أول حاجة هنبتدي بيها وهو المسجد الكبير العمري في قلب المدينة، مكان شاف دعوات في وقت ضيقة، وشاف دموع من غير صوت، وشاف ناس دخلت مكسورة وخرجت ساكتة بس أهدى. المسجد الكبير مش مبنى، ده شاهد على أصدق لحظات في عمر الإنسان، لحظة ضعفه. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. إنما بقى المساجد الصغيرة بين البيوت، مش كل المساجد في دمياط معروفة. في مساجد مستخبية بين البيوت، عارفة الناس بالاسم وسمع الهم قبل الدعاء. أماكن بتفتح بابها لما كل الأبواب تتقفل. نيجي بقى لشارع الجلاء. شارع الجلاء ده يا جماعة مش شارع، ده حركة، رزق وتعب يومي. ناس بتفتح محلات وناس بتقفل، ناس لسه بتبدأ وناس بتكمل بالعافية. شارع شاف أحلام بتتولد وشاف خيبات بتتبلع من غير صوت. إنما شارع تجاري ده بقى الشارع اللي كل حاجة فيه مستعجلة، خطوات، كلام، بيع وشراء. شارع علم ناس كتير إن الرزق محتاج نفس طويل، ومش دايما اللي بيكسب هو اللي بيضحك. دنيا وطلع لأمي لأي حمل أقدر أشيل، أضحك فتضحك لي الحياة والكل فرحة بأداني. أنا العرق فوق الجبين وأنا سر صبر الطيبين، وبضحكتي تعب السنين خلى القلوب مطمنين. دمياطي اصل والاصل مصري، بوجودي قلبي اطمن. دمياطي بلدي وفي طبعي بلدي كل الايدين جدعان. إنما بقى الشرباصي ريحة الشغل، ريحة تعب، ريحة إيدين اشتغلت سنين، ورش وصوت خشب، وناس بتسلم صنعة من جيل لجيل. أماكن علمت الرجالة يعني إيه لقمة حلال. ميدان الساعة واقف بيعدى عليه الزمن وهو ثابت. ناس بتستنى وناس بتعدي، ناس كانت هنا وبقت ذكرى. الساعة بتلف والناس بتتغير والمكان فاكر الكل. ميدان الشهبية
ميدان شاف حركة وشاف هدوء وشاف ناس كبرت قدامه. مكان مر عليه اللي كان مستعجل واللي كان تايه واللي كان مستني. دمياطي وجدي ابو المعاطي كان للكرام والي ومدد، علمني ما بقاش احتياطي او حسبة واكمالة عدد. علم جدي مشرفة فخر العرب في المعرفة، وجدي صنباطي زمان غنى وقال ان السنة دمياطي اصلي والاصل مصري وجودي قلبي اطمن. دمياطي بلدي طبعي بقى تمثال علي مشرفة. تمثال علي مشرفة واقف ساكت بس تقيل، علم وفكر وعقل سبق زمنه. تمثال بيفكر اللي يعدي ان في ناس سابت اثر، مش صريخ ولا دوشة لكن فكرة. ميدان سرور. ميدان سرور شاف تجمع وشاف فراق وشاف ناس بتعدي على حالها. مكان واقف في النص كده زي ناس كتير لا عارفين يكملوا ولا يرجعوا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. انما كورنيش دمياط، الكورنيش ده مش فسحة، ده مكان بيفضي القلب. ناس بتيجي تفكر وتهرب تسكت، مكان شايل كلام ما تقالش لحد. لسان دمياط هنا النيل بيسيب والبحر بيستقبل، والمكان واقف بين حاجتين، زي ناس كتير قوي مستنية ومش عارفة تستنى قد ايه. ميناء دمياط، شنط وداع، نظرة أخيرة، ناس مشيت وناس رجعت وناس لسه مستنية دورها. مكان علم ناس إن الفراق ساعات اختيار وساعات غصب. نيجي بقى للحاجات اللي بتلمس قلبي. القهاوي الشعبية شافت رجالة تضحك وتسكت وتفهم بعض من غير كلام. أماكن الكلام فيها كان تقيل قوي والسكوت فيها كان أصدق. أنا دنيتي وجدتي قالت لي اوعي من الكسل، طول ما انت عايشة تنفسي مع الحياة عزم وعمل. أنا كل ست في أرض مصر اتعلمت من جدتي، هي بنت شاطر كل عصر ويضربوا بيها المثل. دمياطي اصلي والاصل مصري وجودي قلبي اطمن. دمياطي بلدي في النهاية يا أصدقائي بنقول إن دمياط دي مش شوارع ولا ميادين ولا مباني. دمياط أعمار، أماكن عاشت وشافت وسمعت وإحنا عدينا. يمكن علشان كده الأماكن فاكرة وإحنا اللي بننسى. دي كانت حلقتنا ودي كانت دمياط، أماكن عاشت أكتر مننا، حكايات ما بتتحكيش في كتب. من الراديو على ما تفرج. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة من جزء تاني إن شاء الله من دمياط ومعالم دمياط والأماكن الأثرية بإذن الله اللي هنحكي عنها في الحلقة اللي جاية، ونقول لكم باي.